العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر كل الشكر إلى أخونا عبد الحي محمد فرجون، والشكر كل الشكر إلى أخونا عبد الحي محمد فرجون الذي ألح علينا إلحاحا بالغا على أساس ما نحن نقدم بعض النقاط التوضيحية والحقائق الأساسية لكافة أبناء سوري في الداخل والخارج، وإن كان الداخل يعني ملمين بكل ما أنا سوف أتحدث عليه، ولكن إحنا إن شاء الله دايرين نوجه إن شاء الله حديثنا لأولادنا أو أخواننا الموجودين خارج سوريا، على أساس ما إنه الناس تقيف على الحقائق الأساسية وللمعرفة، لأنه الشغل العام أنا ما حريص جدا أصلا يعني من ترتيب شخصيتي، ما حريص جدا على أساس ما إنه كله صغير وكله كبير عشان ما إنه أنقله في الإعلام، لأنه أصلا الشغل شغل طوعي، ونحن موجهين جهدنا وأفكارنا بكل إخلاص وبكل صدق وبكل أمانة لله سبحانه وتعالى، ليس جزاء ولا شكرا من أحد، يعني ما داري شكر ولا جزاء من شخص، لكن نحن العمل الطوعي لازم الإنسان يقدمه لله سبحانه وتعالى عشان ما يكون فيه رياء ولا يكون فيه كبرياء. ولذلك أنا يعني ما حريص، لكن لأسباب كثيرة جدا يعني قبلت الطرح بتاع أخونا عبد الحي بأنه في التواصل الاجتماعي أولادنا الصغار أو شبابنا اللي ما واكبوا العهد بتاعنا يكتبوا معلومات غير صحيحة، معلومات ما مبني على الحقائق، وبالتالي نحن هدفنا نحن نصحح هذا الفهم على أساس ما إنه الناس كلهم يكونوا في دراية واضحة وحقائق أساسية، ما بعد ذلك اللي يتحدث فليتحدث. أنا داير في هذه المساحة بإذن الله تعالى داير أرجع لإنجازات اللجنة القديمة. نحن جينا 200 لإدارة هذه المنطقة وعملنا شنو وسوينا شنو ووقفنا في ياتو حد. لابد من إنه الناس الشباب بتاعنا الصغار ديل يكونوا عارفين الشيء اللي حصل هو شنو. ودائما أنا سباق يعني للمصداقية، ما عندي كذب ولا بحب الزول اللي بكذب ولا في شيء بيجبرنا على أساس ما إنه نحن نقول لنا معلومة غير صحيحة. إنجازات اللجنة بتاعتنا يعني اللجنة الشعبية السابقة زي ما بيقولوا في وسائل الإعلام المختلفة، نحن كلفنا من مؤتمر عام سنة 1994 حتى 2012 كنا في إدارة هذه القرية، وكنا حريصين جدا ودرنا هذه القرية بكل صدق وأمانة وإخلاص، ده كان هو الشعار بتاعنا. وأي عضو معانا في أي لجنة أساسية ولا لجنة فرعية ما يتصف بهذا الوصف ما كان معانا، نحن كنا بنفصله وكنا بنبعده عن الصفوف بتاعنا نهائيا. ولذا وضعنا يعني في نصب أعيننا كل ما هو محتاج عليه القرية. أول شيء نحن نضع بعض الإنجازات بأنه أسسنا مدرسة بتاعت سوري بتكلفة مالية كبيرة، يمكن قاربت الزمن ده سنة 1994 وانتهت كانت سنة 2003 تقريبا، والحسابات بتاعه بكل تفاصيله موجودة لدى إدارة الجمعية في جدة والرياض. شبابنا اللي بيكتبوا في الواتساب واللي بيكتبوا في الفيسبوك وما شابه ذلك
في الجروبات دي كلها من المفترض يرجعوا لإدارة الجمعيات بتاعتهم عشان يوروهم الحقائق، كل الحقائق الموجودة. ومدرسة السوري في التأسيس نحن واجهتنا مشكلة، واجهتنا مشاكل. بعض أبناء منطقة السوري آنذاك اللي كانوا ماسكين مواقع في المحلية بيمثلوا القرية وماسكين إدارة المنطقة كانوا هم المعوقين لعدم قيام هذه المدرسة، لأنه مدرسة السوري ده لو قامت حتجفف المدارس بتاعت أوربي وحتجفف مدرسة السادة. شوفوا يا جماعة الفهم وين، بأنه الناس يعني ده دليل واضح بأنه الناس اللي كانوا ماسكين الإدارة ما كان عندهم الغيرة لبلدهم، وكان بدوا الغيرة لأول الأولوية للقرى المجاورة. أنا يعني أجمع الحديث أو أجمع الذاكرة بتاعي بأنه نحن كنا جبنا المحافظ سليمان الصافي آنذاك 94، ومعانا مجموعة بتاعت شباب كانوا في إدارة الجمعية على رأسهم أخونا عبد الحي. المحافظ هو يعني من أولاد الغرب، وكي جاء استغرب جدا جدا بأنه مساحة بتاعت سوري ده بكثافته وبمساحته الكبيرة دي القرية الوحيدة الموجودة في نطاق المحلية كلها بأنها ما عندها مدرسة في طيلة الفترة الفاتحة. وبالتالي كان يعني التصديق طلع رقم أنف الناس الما دايرين المدرسة تقوم، وقامت المدرسة والناس بذلوا فيه مجهود، قامت لجنة المدرسة آنذاك، وجينا يمكن السعودية وجينا جمعنا تبرعات مباشر من المغتربين وقوموا المدرسة وأسسوها وجزاهم الله خير. وهذه المدرسة الليلة ترى النور بإذن الله تعالى. وبعد ما جينا في الإدارة أيضا وجدنا بأن المنطقة ما فيها خدمات بتاع مياه، أسسنا المحطة الأولى وأسسنا فيها شبكة متكاملة، واستطعنا على أساس ما إنه نوصل خدمات المياه ل95% من المواطنين الموجودين آنذاك. وبعد ذلك وقت أصبحت هنالك حوجة لمحطة أخرى بأن المنطقة الشمالية ومنطقة الأطراف فيها مشكلة، برضو سعينا سعي حسيس جدا جدا وبذلنا مجهود كبير جدا وتحصلنا على المحطة الشمالية بتاعت القرية. وبعد ذلك استقرت الأوضاع والحمد لله. بس في الآونة الأخيرة الامتداد السكاني بقى على الناحية الغربية في بعض البيوت البسيطة كده على حسب الامتداد السكاني ما كان واصلهم الموية، وده شيء طبيعي جدا جدا في كل قرية على حسب الامتداد السكاني بيكونوا بعيدين من الخدمات بتاعة الموية. وسعينا على أساس ما إنه نعمل خط فرعي وبذل مجهود وجبنا يمكن 2 كيلو 100 متر خراطيش 6 بوصة وفرناها، وكان موجود عندنا هنا في المخازن بتاعة المياه على أساس ما إنه تتكامل هذه الشبكة وينتهي الأمر عليها. وكنا مخاطبين جهات كثيرة جدا، ولكن انقضاء فترة اللجنة الشعبية ووجود لجنة التسيير حالت دون ذلك ولم تكتمل هذه الشبكة الفرعية. جزء منها عملوها شغل سياسي شربوا بها بعض المنطقة، والمنطقة الجنوبية لا زالت تعاني من خدمات المياه. الشيء المهم جدا برضو من الإنجازات الأساسية، أنا بتحدث بالإنجازات الأساسية. الإنجازات الأساسية نحن نقول تسجيل الجرف رقم 1 في شرق سوري، تسجيل الجرف رقم 1 في شرق سوري. كل الأفكار وقد نحن جينا استلمنا هذه اللجنة، كل الأفكار اللي كانت موجودة عند السوراوية بأنه الجروف بتاعت شرق سوري يعني من زمن أبهاتنا نحن بنسمع وجينا سمعنا في جيلنا، والمجتمع بتاعنا كلهم مقرين بأنه جرف سوري ده
من حدود سالي إلى حدود أوربي تابع لورثة محمد صالح فرجون. والشيء المؤسف بأنه المواطنين بتاعنا أو الصمودة والناس الكبار كان بيركبوا يمشوا يشهدوا قدام المحكمة في القول بالنزاع وقت شبه بين ورثة محمد صالح فرجون ويوسف أحمد عبد الرسول. المواطنين بتاعنا هم اللي كانوا شهود يمشي يشهدوا بأنه الجروف دي حقت الناس دي. ونحن جينا عملنا بحث، وده من ميزات السلطة بتاعت البلد. يعني نحن كلجنة شعبية جينا عملنا بحث بمكاتبات وبسلطاتنا، خشينا السجلات، وجدنا في السجلات القديمة سنة 1944 بأن هنالك جرفين. الجرف 2 مسجل في ورثة صالح فرجون، محمد صالح فرجون وأخوانه، وهنالك في جرف موجود اسمه جرف رقم 1، ده مسجل في حكومة السودان. ده علمنا وقت نحن جينا أعلنا للمواطنين، عرفنا بأنه عمنا وشيخنا محمد أبو بكر ذاته في فترة وجوده ده كله ما كان عنده علم بالمعلومة دي، والسوراوية كلهم ما عندهم علم. نحن كمواطنين أو كملاك السواقي أو صمودة سوري أسوة بمنطقة أوربي، يعني قمنا خشينا القضية بتاعت شرقي سوري الطويلة بين يوسف أحمد عبد الرسول وبين ورثة محمد صالح فرجون اللي كان ممثله المرحوم محمد أبو بكر السماني، استمرت 18 سنة دون أن يصلوا إلى حلول. ما بعد ذلك نحن جمعنا نفسنا كلجنة شعبية وكونا لجنة بتاعت صمودة، وخشينا طرف ثالث، طالبنا الجروف بتاع شرقي سوري بأنه نحن كمان يكون عندنا نصيب. ما ممكن يكون شخص واحد يمتلك البلد كله وال37 ساقة ما يكون عندهم هناك. وقومنا محامي وخشينا كطرف ثالث في القضية بعد 17 سنة هم الاثنين متناكفين في أمام القاضي. الشيء المؤسف وقت قدمنا الطلب بتاعنا بتذكر لغاية الليلة، القاضي استلم الطلب بأنه يضيفنا في هذه القضية كطرف ثالث. وقد شاور المحامي بتاع يوسف أحمد عبد الرسول، ويوسف أحمد عبد الرسول ذاته في شخصيته قالوا نحن ما عندنا مانع، خليه يتضاف، لو عندهم حقوق ياخذ كبلد يعني كملاك السواقي 37. والشيء المؤسف بأنه ناس ورثة محمد صالح فرجون بمحاميهم رفضوا إضافتنا، رغم بأنه هم جزء مننا، وزي ما أنا ذكرت بأنه البلد كله كان بيمشي يشهد لهم بأنه جرد حقتهم. رغما عن ذلك هم رفضوا. العربي الغريب قبل بينا وهو رفض، والقاضي كان عنده تقديراته، عمل التقديرات بتاعه، طلع قراره بأنه يضاف كطرف ثاني. نحن استمرينا في الجلسات بتاعه 8 سنة بمحامينا. وأنا من هذا المنطلق بشكر أخونا يمكن حجازي محمد علي زبير، هو كان معنا في لجنة الصمودة وبذل مجهود كبير جدا في هذا المجال. وهم كأطراف يوسف أحمد عبد الرسول ومحمد أبو بكر السماني ونحن لجنة صمودة، 3 أطراف موجودين في المحكمة. أنا بذلت مجهود فردي بأنه وقد علمت زي ما أنا ذكرت بأن هنالك في جرف واحد موجود في حكومة السودان، اشتغلت شغل إداري عن طريق اللجنة الشعبية، ختمت الأوراق واشتغلت شغل سري كامل. ما في واحد من السوراوية كان عنده علم إلا أخونا حجازي محمد علي زبير فقط، أنا وهو الذي نعلم ذلك. اشتغلنا شغل إداري، والخصومة بتاعنا كانوا منشغلين بالمحكمة، لأنه نحن في الشغل الإداري في لجنة تصرف الأراضي الحكومية وفي السلطات كلها وفي إعلانات الطعون، لو علموا ذلك لو مشى طعنوا كان بيعطلونا أو كان بيوقفونا، لأنه الجرف يقوم فيه نزاع وقدام محكمة معناته لابد من إنه أي إجراء يقيف.
عشان كده نحن اشتغلنا أو يعني بذلنا مجهود كبير جدا في هذا الجري بطريقة سرية عالية جدا جدا، لدرجة إنه نحن الرسوم بتاعت العناية ده أنا كنت بدفع من جيبي، لأنه عندنا نحن في لجنة الصمود خزينة متكاملة موجود أمين الخزينة بتاعنا، لكن أنا لو مشيت شلت القروش عشان الرسوم بتاعت الحكومة من أمين الخزينة بينصرفوا بأي حاجة، هو حيكون عنده علم. يعني للحساسية ده اللي هو أنا ما داير هو ذاته يكون عنده علم. عشان كده مدة 6 شهور أنا بصرف القروش ده من جيبي، لغاية ما وصلنا سجلنا الجرف في ملاك السواق 37 من زبيط ورساب إلى نضم. سجلنا هذا الجرف تسجيل كامل، وأنا ماشي في الإجراءات بتاع التسجيل أخونا حجازي جاء الإقامة ومشى السعودية وأنا كملت الباقي. سجلت وأخذت فيه شهادة بحث لملاك السواق 37 والآن مسجل حتى هسه في هذه اللحظة. العقد بتاعنا موجود وناس سوري كلهم عارفين والبلد كلها عارفة هذا المجال، وده يعني إنجاز كبير جدا، ونحن بنعتبر بأنه ده إضافة حقيقية لمنطقة سوري للأجيال القادمة. ده العقد بتاعهم ومعروف ومجدد ومن ملاك السواقي من سنة 2002. وبعد ما سجلنا وثبتنا واستلمنا شهادة البحث باسم ملاك سواقي سوري، ما بعد ذلك نحن جينا عملنا اجتماع بعد فترة الفحوص ذاتها في السجل. بعد ما انت تسجل برضو عندك 6 شهور، ممكن اي طرف كان عنده مصلحة في هذا الامر ممكن يطعن. برضو سكتنا ساكت، قعدنا زي كأنه ما عملنا اي حاجة لغاية ما فترة الطعون انتهى. بعد جينا عملنا اجتماع عام بملاك السواقي بتاعت سوري وشرحنا له ووريناهم الشيء تم، وكانت المفاجأة. وعندما تم الفصل في الحكم زي ما أنا ذكرت كنا 3 أطراف هنالك، حول القاضي إلى الملف بتاع شرقي سوري إلى ناس التسوية، والتسوية ذاتها وكيجو يتفاجئوا لأنه الجرف أصلا مسجل ما فيه أي كلام. قدمنا المستند بتاعنا، فتحوا السجل بتاعهم لأنه لقيناه مسجل في ملاك السواقي من 1 إلى 37. كان الموضوع انتهى في نص جلسة، في نص ساعة، رغم بأنه ديلاق يعني استمروا يمكن قريب ل3 شهور مع بعض. ده نحن بنعتبره يعني إنجاز كبير جدا جدا، وبنعتبر بأنه ده دليل واضح بأنه الناس اللي بينبشوا اللجنة الشعبية السابقة، بأنه ده دليل واضح بأنه اللجنة الشعبية ده كان في أيادي طاهرة، في أيادي نقية، في أيادي كانت بتعمل بالإخلاص والصدق. يعني أنا متأكد يعني الإنسان لو كان في شخص آخر ما عنده ضمير مستلم هذه اللجنة كان من الإمكان يسجله في اسمه. في زول عنده علم، أراضي حكومية والسلطة عنده والختم عنده بطريقة سرية، كان ممكن يسجلوا في اسمه ويخطوا. والسوراوية كلهم بما في الداخل والخارج مقتنعين بأنه جروف دي بتاع أولاد صالح. ما في كلام كافي ده، لكن يا جماعة في ضمائر وفي إخلاص بتمنع ذلك، وفي تكليف لابد من إنه الإنسان يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بتاعه. والسلطة بتاعت البلد بعد ما وكده يكلفوك بتعتبر أمانة. وأي زول وأي شخص يتقدم إلى الصالح العام والعمل العام لابد من إنه يكون إنسان أمين، وإنسان يكون مخلص، ويكون إنسان صادق، لأنه هذه أمانة. أديته بحقها أديته، ما أديته خزي وندامة يوم القيامة. وقبل ما أطلع من هذا المجال داير أوضح برضه نقطة معينة.
ناس التسوية وقت جو قعدوا معانا هنا ده لموضوع شرقي سوري، وكان التصديق بتاعهم طالع لشرقي سوري. كان هنالك ضابط التسوية الأول اسمه محمد علي بشارة، كان قاعد ونحن مستضيفينه في سوري. أنا بوضح يعني الأمور دي كلها للتاريخ، مستضيفينه نحن في سوري. الراجل ده من أولاد بربر، أو يعني من الشيوخ الشيوخ العرب بتاعين بربر، وكان ماسك السجلات بتاع القولي. ونحن مستضيفينه هنا في بيت عمر محمود في رجون، وقايمين بواجبه. هذا الرجل التحرك بتاعه بالليل ما عجبني، لأنه ما كان ببيت، يمشي يبيت مع العرب في يوربي، في الخمالة، في غيره في غيره في غيره. بعد ما احنا سجلنا انتهينا، جاء قال لي يا عبد الوهاب يا اخي انا داير اخدمك. قلت له جدا، خدماتك ده احنا بنعتبره. قال لي يا اخي شوف ناس لجنة الصمودة بتاعك ديل، ونحن لا زال تصديقنا غايم، وفرصة زي ده ما بتلقوا. عندكم جزيرة هناك في هو جزيرة جنوبية يهو بتاعت نحن بنسميه أبجاج بالدارجة. قال لي يا أخي أمشي لناس الجهاز القضائي جيب منه تصديق عشان نسجل لك الهناية ده. الجزيرة ده في 37 ساقة تسجل بصفة رسمية، كله ساقة تكون عندها شهادة بس. قلت له جدا، قلت له كتر خيرك وكده وكده. وقمت بحسن النية جيت جمعت ناس لجنة الصمودة وشاورنا في هذا الأمر، وجمعت ناس اللجنة الشعبية شاورنا في هذا الأمر، وكتبت طلبي لرئيس الجهاز القضائي، وهو وعدني على أساس ما إنه نتلاقى في اليوم الفلاني الساعة الفلانية، نمشي سوا لرئيس الجهاز القضائي نجيب التصديق ونخلص لك من الجزيرة الجنوبية. الصباح هو على حسب الوعد بتاعه ما جاني بعربيته وطلع. هو قام يتحرك وانا اتحركت بطريقتي الخاصة. وقت وصلت جهاز القضائي مشيت لقيت عبيد خمال ويونس حامد سعيد. يعني الكلام ده انا بقوله للتاريخ، وده فيه ابعاد خطيرة جدا يعني. كاتب لهم طلب بأنه هم كعرب بتاعين بلد، هم مجرد ما نحن نتحصل التصديق للمنطقة بتاعت أبجاج والجزيرة الجنوبية، هم يقدموا طلب يخشوا معانا في نزاع. ومقدم بشاري ده ذاته مقدم كاتب طلب لعبيد ومجهزين هم الاثنين. أنا وقت مشيت لقيت اتفاجئوا مقدمين الطلب بتاعهم لرئيس الجهاز القضائي بأنه هم عرب ودايرين يخشوا في الجزيرة الجنوبية، يخشوا في الجزيرة الجنوبية في توقيعاتهم. وده الطلب بتاعهم موجود معي منه صورة كمستند أساسي للتاريخ وللأجيال، ومسجلين الخمالات كلهم شفعهم صغار كبار الموجودين والغير موجودين، على أساس مع إنه منطقة جزيرة عبجاج هي الأملاك بتاعت سوري، ممكن يعتبر موقع بتاعت نزاع بين العرب والضناقلة. وده كان حتكون فتنة كبيرة جدا جدا وخرق كبير للممتلكات بتاعنا. وعندما علمت بذلك أنا سحبت الطلب بتاعي وناقشته وناقشت بشاري واختلفت معه اختلاف كلي، وسحبت طلبي بأنه وقدمت غيرت الطلب بتاعي لرئيس الجهاز القضائي بأنه ناس التسوية دي الموضوع في شرق سوري انتهى ولا وجود لنا ذلك. طوال دخلت برأي بطريقتي الخاصة لرئيس الجهاز، ورئيس الجهاز قال خلاص من اليوم الناس دي غادر. وفعلا غادرناهم وكتلنا الفتنة في محله. ما بعد ذلك جا حاول تاني مرة أخرى، قدم الطلب بتاعه
عن طريق الإداري عن طريق محلية القولد. برضو طلب آخر بتاريخ 23/3/2009 قدم الطلب بطريقة إدارية لمحلية القولد ووداه لغاية مكتب الوالي، وجا راجع لي هنا ده كرئيس اللجنة الشعبية على أساس ما إنه أنا أخذت التعليق بتاعي. بعد ما أنا أعلق المحلية ترد وزارة الزراعة، وزارة الزراعة ترد على الوالي على أساس ما إنه هل ديل عندهم حق ولا ما عندهم حق. وأنا بتذكر يمكن أنا كتبت الطلب بتاعي يا محمد، انتصر شوية عشان نجيب الرد ذاته ونقرأ لهم ولا ما يلزم.